سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم من جديد في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز تفاصيلها. صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يناير 2026 مرسوم جديد يحدد النظام الأساسي لمستخدمي مجلس المنافسة، ويشمل مجموعة من التعويضات الخاصة بالعاملين داخل المجلس وفقا لطبيعة مهامهم ومسؤولياتهم. وينص المرسوم على تعويضات شهرية متراكمة تشمل 3 عناصر رئيسية: تعويض عن التسلسل الإداري، تعويض عن التقارير، وتعويض عن الأعباء، مع تمايز واضح بين مختلف الفئات المهنية. بالنسبة لهيئة المقررين، فقد تم تحديد تعويض التسلسل الإداري ابتداء من 9000 درهم للمقرر من الدرجة الثانية، وصولا إلى 16,000 درهم للمقرر خارج الدرجة، بينما يتراوح تعويض التقارير بين 5000 و 7000 درهم، وتعويض الأعباء بين 1000 و 2000 درهم، ليصل مجموع التعويضات في بعض الحالات إلى حوالي 30,000 درهم شهريا. أما باحثو مصالح التحقيق فيتراوح تعويضاتهم الإجمالية بين 20,000 درهم تقريبا، مع فروق حسب الدرجة، وتشمل تعويضات الثلاثة نفسها لكن بمبالغ أقل مقارنة بهيئة المقررين. ويولي المرسوم أهمية أيضا لفئات أخرى مثل أطر التدبير والإشراف، وأعوان التمكين، وأعوان التنفيذ، مع تحديد تعويضات متدرجة حسب المسؤوليات والمهام، بحيث يرتبط الأجر بالأدوار الإدارية والتقنية والبحثية المنوطة بكل فئة. كما ينص المرسوم على تنظيم التوظيف عبر مباريات محددة لكل هيئة، مع اشتراط المؤهلات العلمية اللازمة، سواء شهادات عليا للباحثين وأطر تدبير أو دبلومات متخصصة لأعوان التمكين والتنفيذ. ويتيح النص أيضا إلحاق موظفين من إدارات أو مؤسسات عمومية أو الاستعانة بخبراء متقاعدين لضمان الاستفادة من الكفاءات المتخصصة. ويؤكد المرسوم أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز هيكلة الموارد البشرية للمجلس، وربط التعويضات بالمسؤولية والمهام، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسساتي ويراعي التمايز بين الوظائف التقنية والبحثية والإدارية. دمتم في رعاية الله، إلى نشرة إخبارية جديدة.